السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي يا رب تكونوا بخير واحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكرنب، هنفرزه لشهر رمضان الكريم وللسنة كلها كمان. هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتقطعيه بطريقة بسيطة. خليكي معايا بس في الاخر الفيديو، وان شاء الله بعد الطريقة دي هتعملي كل سنة الكرنب وتفرزيه. هتعملي 10 كرنبات او اكتر في ساعة او اقل من ساعة كمان. طبعا الطريقة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كانت الطريقة القديمة بتاعتنا اللي احنا كلنا متعودين عليها وكنا بنعمل بيها الكرنب بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين ورقة الكرنباية اهي. هي طبعا بالنسبة لنا سهلة وما خدتش معانا دقيقة الورقة، لكن انت لو اتبعت طريقة التقطيع بتاعتي اللي هنعملها مع بعض في الفيديو هتعملي الكرنباية كاملة في الوقت اللي قطعت فيه الورقة الواحدة دي. يعني اذا كانت الورقة خدت معاكي دقيقة، فان شاء الله الكرنباية هتقطعيها في دقيقة واحدة بس بالطريقة اللي هنعملها مع بعض. وهتفرزي اكبر كمية ممكن تكفيك السنة كلها كمان ان شاء الله. هنبدأ على بركة الله ونسمي الله ونجيب الكرنب بتاعنا حسب الكمية اللي انت عايزاها. يعني لو حابة تفرزي كرنب كتير ممكن تجيبي 10 او اكتر. يعني انا هعمل كمية كبيرة النهاردة قدامكم، لكن وانت لو حابة تجيبي برضو كمية كبيرة 10 او 20 كرنباية ما تخافيش، هاتيهم واعمليهم بالطريقة دي. ان شاء الله مش هياخدوا معاكي اكتر من ساعة، وهيبقى عندك الكرنب اللي يكفيكي طول السنة بإذن الله. طبعا الايام دي موسم الكرنب، والكرنب فيه بيبقى ورقه جميل. والموسم الشتوي ده الكرنب في الصيف بيبقى مش حلو خالص. فانت تجيب الكرنب الشتوي ده وتشيليه وهيبقى معاكي ان شاء الله طول السنة. هتجيب الكرنباية زي ما انت شفتي اللي انا بعملها كده، بتشيل الراس الكرنباية كده وتشيل الورق الاخضر اللي فوق. وبعد كده بتلف السكينة حوالين قلب الكرنبة من جوه، وتطلع معاكي القلب بكل سهولة وبتبقى الكرنبة جاهزة معاكي. طبعا الورق الاخضر لو انت مش حباه بتستغني عنه خالص. انا باخد الاخضر الفاتح بس، لكن الاخضر الغامق انا بستغنى عنه. زي ما انت شايفه كده برضو هعمل واحده كمان قدامكم. بتشيل الورق الاخضر اللي عليها، تحاول تشيل الورق اللي هو السايب واللي يتشال كده بسهوله، والورق الاخضر، وتشيل الراس بتاعه الكرنبه. وبعد كده بتلف السكينه حوالين القلب من جوه اللي هو بقيه الراس بتاعه الكرنبايه اللي بتبقى جوه دي. بتلف السكينه كده داير ما يدور حواليها، بتطلع معاكي بكل سهوله. وبكده الكرنب بيبقى جاهز معاكي. بتعملي كل الكميه اللي انت جايباها بالطريقه دي وتجهزيه، وتكوني مجهزه حله على النار فيها ميه بتغلي، وتحط لها معلقه من السكر. ما تحطيش ملح. الكرنب اللي بيتخزن ما بيتحطلوش ملح عشان ما يطلعش مجلد معاكي. بتحطي بس شويه من السكر. لكن لو انت هتعملي الكرنبه وهتحشيها في نفس اليوم بتحطي معلقه من الملح. خلاص كده بننزل بالكرنبه بتاعتنا على وشها، على الناحيه اللي كانت مكان راس الكرنبه كده في قلب الميه اللي بتغلي. ما بتكمليش دقيقه وبتقلبيها الناحيه التانية. وبرضو لما بتقلبيها بتسيبيها دقيقة او اقل من دقيقة كمان، وبتبدأي تشيلي ورقة ورقة كده من الجناب. الورقة دي بتكون اتسلقت، يعني ما بتسلقهاش قوي. تاخد بس دقيقة كده وتحاولي بقى تشيلي ورقة ورقة، وبتدي فرصة للي بعدها ان هي برضو تدخل فيها المية اللي بتغلي وتستوي معاك. طبعا ما بتسويش سوا جامد عشان ما تتهريش منك، يا دوب بس كده دقيقة وبتطلعي. وبعد كده بتشيلي ورقة بورقة، وبعد كده بتطلعي بقية الكرنبة وتكملي كل الكرنب بتاعك بنفس الطريقة دي. لو اتبعت الخطوات دي بالطريقة دي ان شاء الله مش هياخد معاكي السلق مش هياخد معاكي دقايق يعني، وهتكون الكرنب بتاعك كله، يعني الكرنباية الواحدة مش هتاخد 3 دقايق. يعني لو انت حتى جايبة 10 مش هياخدوا معاكي نص ساعة وهيكونوا مسلوقين وجاهزين. وبرضو طريقة التقطيع اللي هقولك عليها دلوقتي هتخليكي تقطعي كمية الكرنب بتاعك في أقل من نص ساعة. يعني لو عاملة 10 أو 15 كرنب أو 20 ان شاء الله مش هياخدوا معاكي اكتر من ساعة، وهتكوني مخلصاهم ومفرزاهم. وبألف هنا وشفا يعني، وكل عام وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. بس خليكي معايا للآخر عشان تشوفي طريقتي في التقطيع. خلاص كده بقى بتسلقي بقية الكمية بتاعتك زي ما انا قلتلك. والورق الاخضر برضو بتسلقيه بالطريقة دي. بتحطيه برضو في كام دقيقة كده في المية وبتطلعيه. لو انت حابة تحشيه بتحشيه في الحلة في الاخر، ولو مش حابة تحشيه بتفرشيه في الحلة من تحت زي ما انت عايزة. طبعا زي ما قلتلك في اول الفيديو ان طريقة التقطيع اللي انا عملتها دي الورقة دي التقطيعة القديمة المعتادة اللي احنا كلنا كنا بنعملها. بصوا الورقة الواحدة يعني هتاخد معايا حوالي دقيقة، بس برضو بالنسبة لنا كانت عادية لما بنعمل كرنباية واحدة وهنسلقها في نفس اليوم.
وهنحشيها يعني في نفس اليوم. لكن لو انت هتفرزي طبعا الموضوع ده هياخد معاكي يوم كامل او وقت طويل جدا على ما تخلصي الكمية اللي انت عايزاها. في الوقت اللي انت قطعتي فيه الورقة دي، اللي في الدقيقة اللي ما خدتش دقيقة دي، هتكون ان شاء الله مقطعة كرومبة كاملة. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ورق الكرنب بتاعنا، طبعا انا سلقاه ومطلعاه، بتبقي تانية الورقة 2 زي ما انت شايفة كده، وبترصي كذا ورقة فوق بعض حسب ما انت عايزة، 6 7 حتى لو 10 ورقات بترصيهم بالطريقة دي. يعني ممكن تقطعي الكرنب على مرة واحدة او على مرتين حسب حجم الكرنبة. زي ما انت شفتي كده برصهم على بعض، كل ورقة متنية 2، وباجي عند العروق كده واشيلها مرة واحدة بالطريقة دي. والورق مفرود معاكي اهو حسب الورق، بس طبعا لازم يبقى مقاس الورق كل واحد. بتقسمي بقى بالطول كده حسب الحجم بتاع الورق الكرنب، لو هو كبير بتقطعيه 3، ولو هو متوسط زي كده بتقطعيه 2 زي ما انت شايفه كده. وبترجعي تعدليها وبتقسمي قطع الكرنب. الجزء المتني ده طبعا بيبقى متني، فبتقطعيه قطعة صغيرة شوية، وبعد كده بتقطعي الاتنين حسب حجم صباع الكرنب اللي انت عايزاه، وتقطعيه بالطريقة دي. طبعا المتنية لما بتفرديها، لان احنا قاطعينها قطعة صغيرة، بتبقى معاكي برضو كبيرة قد التانيين زي ما انت شايفة كده. وبيطلع معاكي الكرنب زي ما انت شايفة متساوي وكله قطعة واحدة ما شاء الله، وفي نفس الوقت حجم واحد ومنظم وجميل. كده خلصت الشوية دول. بتجيبي برضو كمان كام واحدة وتعمليهم بنفس الطريقة زي ما انت شايفة كده. بتنقي طبعا الورق اللي كله مقاس واحد وبترصيه 7 8 10 زي ما انت حابة، وتظبطيه. وتقطعي برضو كل العروق مرة واحدة كده بالسكينة من جنب واحد زي ما انت شايفة كده، وترجعي عكس طبعا العروق وتقطعي. ولو انت الحروف مش كويسة معاكي بتشيليها، او شكلها مش مستحب بتشيليها الحروف عشان يبقى شكله جميل برضو، وتقطعيها نفس الموضوع 3 قطع بالعرض زي ما انت شايفة كده. خلاص خلصت معاكي، يعتبر احنا خلصنا في الدقيقة اللي انت شايفاني فيها دي كرنب او اكتر. وبتعملي كل الكرنب بتاعك كل الكمية بتاعتك بنفس طريقة التقطيع دي، ومش هياخد معاكي زي ما قلتلك حتى لو 10 كرنبات او اكتر، مش هياخدوا معاكي سلق وتقطيع ساعة واحدة بس وهيكونوا جاهزين. طبعا احنا بعد ما بنسلقها بنكونوا غاسلين ومصفيين في مصفى، وبعد كده بنبدأ نقطعه. وبعد التقطيع برضو بتحطيه في مصفى لحد ما يصفي المية بتاعته كلها قبل ما تفرزيه. يعني لازم يكون متصفي كويس قوي عشان ما يبقاش شارب مية ويبقى حلو معاكي. وبعد طبعا ما بتفرزيه بتطلعيه من الفريزر، بيفك خالص من ميته من التلج يعني اللي فيه او من السقعية في مصفى. ما بترجعوش في مية سخنة ولا اي حاجة، وتحشيه بيبقى كأنه لسه معمول في نفس اليوم. وزي ما انت شايفة كده بطريقة سهلة وبسيطة عملت كمية حلوة اهيت، وعملت كل الكرنب بتاعي. انا عاملة حوالي 12 كرنبة، وما خدوش معايا وقت خالص بالطريقة التقطيع دي. وهنجيب بقى اكياس ونبدأ نعبيهم حسب الكمية اللي انت محتاجاها. بتحطي في كل كيس شوية حسب ما انت عايزة عشان تطلعي الكيس على طول وتعمليه زي ما قلتلك، تسيبيه يفك خالص وبعدين تبتدي تحشيه. طبعا شهر رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. هينفعكم جدا في شهر رمضان، هيبقى جاهز. ولو عملتوا كمان تسبيكات جاهزة وشلتوها يبقى انتوا كده سهلتوا على نفسكم. عندكم الورق الكرنب جاهز وعندكم التسبيكات جاهزة، تحطي الخضار والرز ويبقى تمام معاكي. الحشو يبقى معاكي سهل وبسيط، ويبقى سهلتي على نفسك في شهر رمضان. عبيت شوية في الاكياس زي ما انتم شايفين كده، وممكن تجيبي العلب الشفافة دي برضو وترصي فيها، يعني حسب ما انت عايزة بتفرزي ورق الكرنب بتاعك، سواء في اكياس او في علب او حتى في اطباق فل. برضو هنجيب اطباق فل ونعبي فيها بالطريقة دي، ويبقى جاهزتي احلى واجمل كرنب مسلوق بطريقة سهلة ومتقطع بطريقة سهلة، وهيبقى معاكي موفر جدا وفي منتهى الجمال. وطبعا هتحتاجيه في الصيف، لان احنا في الصيف زي ما قلتلك الكرنب بيبقى مش حلو خالص وورقه تخين كده ما بيبقاش مستحب. فيبقى عندك الكرنب الشتوي ده تطلعيه في اي وقت وتستعمليه، وبألف هنا وشفا مقدما. ولو عجبك الفيديو ياريت تحط لايك وتعملي اشتراك للفيديو علشان يوصل لكل حبايبك والكل يستفاد بالوصفة، والكل يعمل طريقة التقطيع السهلة دي، وان شاء الله يستفادوا بالوصفة معانا ويعملوها.
وبألف هنا وشفا ومقدما للجميع، وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. ولو حضرتك لسه اول مرة تشوفيني وما اشتركتيش في قناتي، اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك وصفاتي اول باول. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.